في يا اخوانا، في ايه؟ عاشور 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 عاشور، امام عاشور عاشور عاشور. اصحى من النوم عاشور، انام عاشور، الفيس عاشور، الانستا عاشور، التيك توك عاشور، كله امام عاشور. في ايه؟ واحنا ما وراناش غير البوست بتاع امام عاشور. امام عاشور ما راحش مع الاهلي، امام عاشور مش في ايه. الراجل صحي من النوم لقى عنده اسهال، هيقال لك هروح الملعب هزروت الدنيا والناس كلها لازم تلبس كمامات. يعني ما تمس العذر خالص للناس. عادي، ما انت ممكن تروح شغلك تصحى الصبح تلاقي نفسك عندك برد، تتصل على مديرك تقول له انا مش جاي، هتقول لي ما هو ما اتصلش، الراجل مش قادر، الاسهال مزروت الدنيا. اه هو راح صلى الجمعه، ما هو خد حاجه بقى، كشف وراح صلى ورجع، بس الدنيا بايظه خالص. هتقول لي ما راحش التمرين، ما انا بقول لك الدنيا على الاخر بايظه، مش قادر يمسك لا حول ولا قوه. ايه، ما نلتمس العذر خالص، ما فيش خالص كده، بالراحه يا جماعه على اللاعب. انما بقى ايه؟ ايه يعني يا جماعه، نجم الفريق وما راحش وعنده ماتش مهم؟ مش مشكله، تعبان يا اخوانا تعبان، ما فيش احساس خالص، ما فيش نفس خالص. إيه؟ بقول لك عندي نفس الدور عنده في البيت كله. ما ينفعش، ما ينفعش يا اخوانا، عادي. يعني ايه المشكله ان هو ما ردش على مدير الكوره، ما ردش، قافل تليفونه، مع الواي فاي خلص، ده احنا في دعايه علويه يا جماعه، مع الباقه مش مكمله خلصت، عايز يجددها لا حول ولا قوه. ايه المشكله يعني؟ نصحى امام، ننام امام ما بيردش، مش كده يا اخوانا؟ يعني ايه المشكله؟ نجم الفريق عادي ما بيروحش، عادي، لا هي ولا اول ولا اخر مره، عادي يعني يا جماعه. لا يا كابتن امام مش عادي، عادي ده في اي نادي تاني، مع احترامي ليكم ومع احترامي لاي حد تاني، احنا الاهلي. الكلام ده مع احترامي لاي حد، في الزمالك، في بيراميدز، في اي فرقه في خلقها ربنا في مصر، النادي الاهلي نو، مفيش الاوبشن ده خالص عندنا. سيبك من شويه الهري اللي انا كنت بضحك فيهم دول، مفيش الكلام ده عندنا يا كابتن. احنا رقم واحد النادي الاهلي، مهما كنت انت فين ومهما كنت انت، لو هتيجي من وراك ذهب، احنا ما بنحترمش اي حد بيعمل معانا كده، خلي بالك. احنا ياما كان عندنا اجعص منك وادخن منك واحرف منك، اللي ما بيقدرناش ما بنحترموش ولا بنشوفه. احنا كنا وراك في كل حاجه، انت لما كتفك اتكسر كنا عمالين ندعم فيك ليل ونهار، لما جالك فيروس وقعدت في قلب البيت وكله كان بيقول ان انت مش هترجع تلعب كوره تاني، كنا احنا وراك وفي ظهرك وبندعمك وبنقول ان شاء الله هترجع ان شاء الله، وانت بقيت بتعيط اول ما نزلت وقلت الحمد لله ان انا رجعت العب كوره تاني. انك من ساعه ما تشم نفسك عملت كام اداء في افريقيا، لعبت ماتشين حلوين مع النادي الاهلي، كله قال لك امام عاشور رقم واحد في مصر، هتيجي تشم نفسك على الاهلي هتلاقي شلوت في وشك يا كابتن، بقيت في حته تانيه خالص اقسم بالله. والعقوبه اللي انت واخدها ديت 1.5 مليون خصم وخمس مطوشه، ده اقل حاجه من النادي الاهلي. كابتن اللي انت لازم تعرفه ابراهيم سعيد، لو انت حضرته بس كده وفاكره ابراهيم سعيد، كان حاجه كده فجر الفجر، كان حاجه طرش بلغتكم بقى، تمام. في الاخر ابراهيم سعيد راح فين؟ بس سبب برضه حواراته وحكاياته زيك كده، راح الزمالك وكان مندمج جدا جدا مع مصر، مع كابتن الجوهري. كان فيهم لينا ماتش مع السنغال ايام الحاج ضيوف، حاج ضيوف ده كان يعني يعمل ثلاثه من ساديو ماني في الحرفنه، ومع ذلك الراجل دخل عليه لقيه بيلعب او صاحي الساعه 5 الفجر، كابتن قال له امشي، خد شنطته وروح، ومحدش بكى على الراجل دوت، وكان احرف منك 3000 مره كابتن ابراهيم سعيد. وياما ياما ياما كابتن عبد الله السعيد، اظن انت عارف بقى وحاضر لان الراجل لسه بيلعب لحد الان، تمام. راح فين وكان نجم الاهلي؟ راح فين الاهلي؟ مضاه تاني يوم هوب مع السلامه انت في السعوديه. وبعدين رمضان صبحي نفس الكلام، قدامك سوا هترد علينا، وشكرا رمضان صبحي، ربنا يا رب يا ربنا يا رب يكون معاه في محنته اللي هو فيها ديت، ويرجعه لاولاده بالسلامه ويرجع كده سالم غانم، تمام. ما علينا، مش نتكلم في الشخصيات. رمضان صبحي فين؟ مع احترامي ليك الراجل ده لو كان فضل في الاهلي اقسم بالله كان بقى في حته تانية، ولا كنا هنشوف اسمك ولا كنا هنسمع عن حاجه اسمها امام عاشور. رمضان صبحي فين دلوقتي بسبب قرار غلط يا كابتن؟ مهما تكون حريف ومهما تكون لعيب لازم ده تشتغل. اوعى تفكر ان الاهلي زي اي حد، مع احترامي لاي حد في مصر، مع اي فرقه، الاهلي غير، واحنا زي ما احنا بندعمك وفي ظهرك هنخليك تكره اليوم اللي دخلت النادي الاهلي. لو انت فكرت تعمل كده افتكر الكلمه دي كويس، هنخليك تكره اليوم اللي دخلت فيه النادي الاهلي. وقبل احنا ما نعمل حاجه، لان احنا عندنا الاهلي وبطولاته رقم واحد، انما انت هتشغل دماغك على النادي الاهلي، لا اصل انا تعبان، لا اصل انا مش عارف ايه. صالح جمعه كان ماتشين بيلعبهم كله بيقول لك ده نجم مصر، والتالت ما بيلعبش وتلاقيه بعد كده اختفى وراح فين. صالح جمعه خلص بدري بدري، تمام. فارجو من سيادتك كده راجع نفسك واقعد تاني وفكر مره واثنين ومليون قبل ما تاخد اي قرار وتزعل نفسك. لو عايز تمشي بالسلامه، عمرنا ما بنبكي على اللعيب، زي ما قلت لك، زي ما احنا ما طلعناك فوق مصر كلها شايفاك ان انت رقم واحد او ان انت في الحته دي ما فيش زيك اتنين دلوقتي في مصر، برضه هننزلك 7 مليون ارض. احنا عندنا ما يفرقش معانا لاعب اقسم بالله،
احنا مش زي اي حد. احنا عندنا رقم واحد النادي الاهلي، التيشيرت ده والشعار ده. احنا فوق اي حد. احنا اللي بيقدرنا بيحبنا بنشيله فوق دماغنا، بنعمله حوايا كده بنشيله فوق دماغنا. لكن اللي هيفكر يلعب بينا او يلعب بالنادي الاهلي او هيعمل اي نوش او هيخرب الدنيا في اوضه اللبس، احنا مش شايفينه ولا عايزينه ولا بنحبه. هتلاقي في معامله تانية، في بص قصه تانية، ويا ريتك تستحمل اللي هيحصل الفتره الجايه من الجمهور. ولما تنزل بقى تاني ربنا يكرم، بس كان شوف انت هتنزل امتى تاني تلعب، بستحمل اللي هيحصل عليك من الجمهور في قلب المباريات. استحمل، انت اللي بدات، وانت كل واحد حسب القرار اللي هو خده. انت خدت قرار، استحمل بقى نتيجته. وشويه بقى في ناس بتقول لك ده مجرد ما يعمل اسيستين تاني ولا يجيب جون الجمهور بينسى. لا يا عزيزي، احنا ما بننساش. اتخن واجعص منك وقدموا للنادي الاهلي مجرد خدوا قرار غلط بيندموا عليه لحد الان. عصام الحضري ايه، حسام عاشور ايه، انت فين وسط الناس دي؟ انت عملت ايه للنادي الاهلي وسط الناس دي كلها؟ جبت كام بطوله؟ لعبت قد ايه؟ ده انت معظم من ساعه ما جيت الاهلي وانت عمال تتصاب ماتشين 3 10 5 حلوين على بعض والباقي مصابهم. صباح الفل، راجع نفسك لان احنا النادي الاهلي، احنا مش اي حد. راجع نفسك مره ومليون بقولها لك، احنا مش اي فرقه، مع احترامي لاي حد ومع احترامي لاي جمهور خلقه ربنا. احنا غير، احنا مش زي اي حد تاني. خلص الكلام، ويا رب تكون اتعظت من اللي حصل. ولسه وتاني ومليون عايز تمشي، باب النادي مفتوح. اقسم بالله احنا ما بنمسك في لعيب زي اي فرقه تانيه. عايز تمشي مع مليون سلامه. خلص الكلام، سلام.